السلام عليكم. انا غدا ياسين من مصر، عاشقة الطعام الكوري. النهارده هعمل طبق قومي بقى، الطبق القومي الكوري اللي هو الشابشي. ده شكل الشابشي، وده الكيس بتاعها اللي بتيجي فيه. ودي مكرونه اصلا معموله من دقيق البطاطا الحلوه. الكيس بتاعها زي ما احنا شايفينه كبير، ممكن يكون سعره غالي شويه في الاول، بس يعني هو سعر وجبه بره، وهيعمل لنا كذا وجبه في البيت ان شاء الله. لو مفيش النودل الكوري دي او المكرونه الجلاس نودل دي، ممكن ان احنا نجيب مكرونه الرز، ممكن نجيب اي مكرونه عاديه، بس الميزه في المكرونه دي انها بتقبل الطعم قوي. هنحتاج خضار، هنحتاج فلفل الوان مقطع، هنحتاج شرايح جزر، ولو منعرفش نقطعها عيدان رفيعه ممكن نبشرها. هنحتاج شيتاكي مشروم اللي هو المشروم الاسود، ده شكله بعد ما اتنقع في الميه لمده 3 ساعات. هو اصلا بيجي كده ناشف او مجفف زي ما احنا شايفين، بننقعه في الميه 3 ساعات يطلع عندنا بالشكل ده. هنحتاج لحمه هنقطعها شرايح رفيعه، توم، بصل شرايح برضو رفيعه، بيض وسمسم، طبعا صويا صوص وزيت سمسم. هنحتاج سكر وملح وفلفل اسود. وهنبتدي بقى ايه نجهز الوجبه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب الشيتاكي مشروم ونقطعه شرايح رفيعه، الشيتاكي مشروم طعمه قوي جدا وبيبقى واضح في الاكل، بس لو ما لقيناش الشيتاكي مشروم ممكن نستعمل مشروم عادي، ولو ما بنحبش المشروم عادي برضو ممكن ما نستعملهوش. بس هو بجد ليه نكهه مميزه متميز بيها المشروم الاسود ده، وموجود ومتوفر في السوبر ماركت. هنحط له بقى شويه معلقه صغيره صويا صوص، معلقه صغيره زيت سمسم، هنحط له شويه ثوم، شويه فلفل اسود، وشويه ملح. هنتبل الشيتاكي مشروم ونسيبه شويه. نفس الحكايه هنعملها مع اللحمه او شرايح اللحمه. هنحط لها صويا صوص اهو، حوالي معلقه صغيره صويا صوص، معلقه زيت سمسم، وهحط لها بقى شويه سكر صغيرين خالص زي ما كنا بنتبل البرجوجي، شويه ملح وشويه فلفل اسود. لو عندنا برجوجي موجود عندنا ممكن احنا نستعمله، لو مفيش هنتبل اللحمه زي ما احنا شفنا. ممكن نحط لها برده شويه توم صغيرين يدوها طعم. الصويا صوص وزيت السمسم خليط فعلا بيدي للاكل ريحه وبعد تاني خالص غير اللي احنا متعودين عليه. هنخليها شويه، نحط معلقه صغيره زيت، ما نكترش، ونحط بسم الله الفلفل الالوان،
هما دقيقتين كده بس تقليب. انا مش عايزه اخسر الالوان الحلوه بتاعه الفلفل. وابتدي بقى الون في الطبق بتاعي الوان الشبشب جميله. في نفس الطاسه برضو نحط نقطه زيت ونجيب الجزر نحطه نقلبه شويه. ما نكترش نار، زي ما اتفقنا عايزين نحافظ على الوان الخضار ويفضل برضو كرانشي شويه كده ونحس بطعمه في الاكل. ونكمل اللوحه بتاعتنا في الطبق. نحط شيتاكي مشروم قويه طعمه لذيذ جدا وغني بالبروتين والفوائد بتاعته. على ما الشيتاكي مشروم ما بياخدش كده دقيقتين على النار نبتدي بقى ايه بسم الله نجهز المكرونه. نحطها في ميه مغليه عادي زي المكرونه، بس دي الميزه ان هي مش بتقعد وقت كتير، هم 10 دقايق بالكتير قوي او 8 دقايق حتى وبكون استوت. الشيتاكي مشروم خلاص حلو قوي كده. نكمل الجميل. نحط شوية زيت نحمر بقى الايه البصل. كرمل بس كده شوية البصل، يعني تشويح بس كده. نفضيه في طبق. وتنسخن الطاسة شوية. اللحمة اللي احنا تبلناها نحطها انها ريحة البرجوكي بتاعتها باربيكيو كده ريحتها حلوة قوي. اتشربت ميتها ولانها شرايح رفيعة ما بتاخدش وقت في التسوية، واللحمه عموما ما نشدش عليها في التسويه لان احنا لو سويناها جامد هترجع تاني نيه وتحتاج تستوى من جديد. فهي كده استوت الحمد لله جميله قوي. عايزين نكمل رسم اللوحه الحلوه بتاعتنا. انا بسميها اكله القوس قزح او الريمبو من كتر ما فيها الوان حلوه. دلوقتي بقى هنجيب طاسه صغيره نحطها على النار تسخن ونجيب البيض نقلب البياض لوحده والصفار لوحده. كويس.
الكوريين عموما ما بيتبلوش البيض، يعني لما بيحطوه في اكل كده ما بيتبلوش البيض، لكن اللي بيحب يحط له شويه ملح وفلفل ممكن ان هو يحط له نقطه زيت بس صغيره. الزيت استوى، نحطه على سطح نضيف. انا بصراحه ما بقدرش ان انا ما احطش سنه ملح وسنه فلفل اسود للصفاره عشان ما احسش باي ايه. الهدف من الحكايه دي ان احنا نعمل الوان بس، لكن اللي حابب يحط البيضه كامله ويعملها على بعضها مفيش مشكله. دلوقتي بقى نشوف النودل بتاعتنا، الجلاس نودل او الشابشي، لونها بقى شفاف جدا وخلاص، يعني 5 دقايق بالظبط وكانت استوت على النار. هنطفي عليها وناخدها علشان نصفيها. اوكي، هنبتدي بقى نقصه كانت رفيعة على قد ما نقدر نرفعها. زيت السمسم بيدي طعم متوفر ومش غالي، وممكن نستعمله مرات كتيرة جدا، مش مرة واحدة. عشان نخليه للآخر. ده بقى شكل الشابشي بعد ما استوت. شطفتها بشويه ميه ساقعه بس. هو ده كل اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله. هنجيب بقى الشابشي بتاعتنا نحطها في طبق، ونحط عليها كل الالوان بتاعتها. سلام، لذيذة جدا، غنية بكل الفيتامينات والخضروات، وسهلة على فكرة مش صعبة، يعني زي ما احنا شفنا كده هي خطوات بس، لكن ما هياش صعبة خالص. انا بحب بقى احط لها شوية توم نيين، حوالي معلقة صغيرة توم. بستغل بقى ان الشبشيه بتشرب الطعم. احط لها معلقة صغيرة زيت سمسم، ومعلقة كبيرة صويا صوص، هحط لها نص معلقة صغيرة ملح لان الصويا صوص حادق، ومعلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. نقلب المجموعة دي. بس انا بقى بحب
احس بيها وانا بعملها. المكونات بتاعتها لسه دافيه، فيستحسن ان احنا ايه نلبس حاجه واحنا شغالين فيها. لو نعملها بايدنا كده بتمتزج الطعم، بتشربوا النودلز بسرعه. زي ما احنا شايفين امتزجت تمام. خد الالوان والطعم، مفيش اجمل من كده. دي بقى الطبق بتاعنا، نحط النودل هي وكل اصحابها، الخضار واللحمه. بجد طبق يعني هو الوانه وشكله مش محتاج كلام. ناخد بقى شويه بيض ده الابيض، الاصفر نوزعها عليها. كوس قزح ولا مش كوس قزح؟ لا محتاجين ديكور بقى ولا محتاجين اي حاجه، هي بس مكوناتها كفايه. نحط لها شويه سمسم، كده عملنا طبق شابشيه او المكرونه الجلاس نودل مع الخضروات واللحمه. اكل طبق كوري تقليدي جميل جدا، لذيذ جدا، ومش محتاج ان انا اتكلم عنه اكتر من كده. انا غادة ياسين من مصر، شاكره جدا، ومع اكلات كوريه تانية ان شاء الله.